ساعة رجالي رولكس. العم فاروق ساعة رجالي رولكس. ساعة رجالي رولكس. يا جماعة أنا ما كذبتش. طب ماشي. هو الساعات دي مش استلمتها تحيا مصر؟ وديتها فين؟ مش المفروض لجنة؟ بص يا سيدي ركز هنا. هم خدوا الساعة في شهر كام؟ 5/2/2018. تمام. دخلت المخزن من كام؟ 5/7/2018. حد يضحك لي. 2018. مفيش ساعات تحط في مخزن. الناس تحط في مخزن. تحط في خزينة. قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا حطيناهم في المخزن بعد 5 اشهر. طب ما 5 اشهر زمان مزودوا. لا خد المفاجأة بقى، ده التقرير. السيد ترك عندهم المصنع سيريال ايه؟ نمبر. قال لك مش هي دي الساعات. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. وانا اللي بتحبس، وانا اللي بتعزل، وانا اللي بتجمد، وانا اللي بتحل، وانا اللي بتشتم. هو ده يوم القيامة؟ عشان كده أتمنى إن سيادة الرئيس يكون حد يقول له على اللي أنا قلته ويتحقق في كل كلمة. لو في ورقة مش مظبوطة في اللي أنا قلتها دلوقتي عايز أتحاكم تاني وتالت ورابع وخامس. أما جمهور الزمالك العظيم ردوا أنتوا على العيال دي. حطوهم في حجمهم. العيال اللي بتقل أدبها حطوهم في حجمهم. هيبقى فاضل لي موضوعين. كهرباء 28 مليون و500 وهقعد يا خطيب اقول كده كل يوم كل يوم. دي مش شتيمه. انا عضو عامل في النادي الاهلي ومحقق. انا عضو عامل في النادي الاهلي 74 لما عبد المجيد محمود المستشار المحترم كان نائب عام، كان نائب رئيس نيابه وعمل كل وكلاء النيابه يوم ما اتخرجوا عضويات في النادي الاهلي عشان الانتخابات. وجه جلال ابراهيم عمل عضويات في نادي الزمالك علشان الانتخابات. انا ادعو عبد الفنان الاهلي من حق اسال. هتعملي بلاغ جديد؟ من حق اسال. ولا هتشطبني زي ما شطبت هناء حمزه، ولا هتشطبني اسمه ايه؟ ابراهيم عيسى ده يستاهل يشتم خالص عشان بيشتم الخلفاء الراشدين. والمناسبه ليه اخ كده في شبه من محمد احمد المصري. محمد احمد المصري ده ابو لمعه بتاع زمان شكله بالظبط نفس الرقبه. ده مطرود من القناه وقرفان عشان الموضوع خلاص. فبقت كده لو عندكم دم نمشي. انت لو عندك دم، انا عندي ناس هنا قاعده وشاهدين عليك لما كنت تجيب تدوس الايادي عشان تصفرك. لا احنا عندنا دم قوي. على الاقل ملايين بندفعها. سيبك ملايين، صحتنا وقتنا وجهدنا. مش كده؟ بص يا سيدي. يقول لك ايه؟ بيان المطاعم والكافتريات، بيان المحلات، اي لجنه بتعمل كده. الخزينه فيها 69,629. دي الخزينه اللي انا مستلمها منك يا نجيب. فيها 69,000 جنيه. يعني ما يجوش مرتب شهرين 3 للعمال والموظفين. فين بقى الملايين؟ هتقولوا ده كده؟ لا استنى اصبر. ايه؟ لا 69,000 الله. انا فاكر 69 مليون. ده المرتبات بس 14 مليون. تيجي تقول لي انا بك عليا انا؟ ما انا وريتك، انت مش شفت اهو تحويلات؟ جه التحويل الرابع اتمنع. حدث ممدوح بس. تسألني في ايه؟ بتكلمني في ايه؟ بتقل ادبك ليه؟ ما انتوا بيمولكوا وبيرشيكوا ممدوح عباس. واللي جاب الثانيه بتاعت حسين لبيب. روحوا لهم.
ما تجيليش انا. وريت اهو عملت السويه بالانجليزي، واتفقنا 5 اقساط، دفعنا ال3 والرابع مش عارف احول، انا متكتف. خلصنا موضوع اشبونج بونج الاول. ازاي؟ انا مستلمه 2014 محضر، ده محضر يا محمود يا خطيب اهو. اي جنيه او اي حاجه يتم تسليم وتسلم بمحاضر. تاني محاضر اهو. اجراءات تسليم نادي الزمالك العاب رياضيه للمجلس السابق اللي هو موضوع تسليمه في يوم الثلاث الموافق 1/4/2014 تمام الساعه 4. هي دي المحاضر. كام؟ 600 جنيه. انا داخل الاقي النادي فيه كام؟ 600 جنيه وخرابه. قول تاني، انشائيا خرابه. نادي الزمالك نادي عظيم رياضيا، خرابه. و10 سنين مفيش ولا بطوله الا كاس مصر بعمرو زكي واسامه حسن اللي انا كنت جاي. طب ال 600 جنيه محتاجين محضر؟ طب وال 228 مليون و500 يا محمود الخطيب اللي راحوا لتحيا مصر مفيش محضر؟ نعم. عايز اسمع صوتك وصوت تحيا مصر، وكل مره سواء انا موجود ولا مش موجود بتحداك انت وتحيا مصر تطلع لي محضر تسليم ان اللجنه بتاعت تحيا مصر جت نادي الاهلي وخدت 228 مليون و500 اللي هو هقول لكم دلوقتي بتوع ايه، و12 ساعه رولكس الساعه كام؟ 2 مليون؟ 2 مليون. تمام؟ في المحضر اهو. محضر حاجه خيبانه. بنستلم من ممدوح عباس النادي، عملوا لنا محضر كام صفحه؟ 16 صفحه. ودخلنا والشيك رقم كذا ودول من غير رصيد وده بالرصيد. ده 2014. يعني تقول هو فين البطولات؟ اقول لك بقى فين البطولات؟ اصبر عليا، اصبر اصبر، ده انتوا سنتكم سودا، اصبر. ده انا جاي لكم مخصوص من امبارح عشان انتوا زدتوا في قله الادب والسفاله والتطاول على شرفاء